السلام عليكم، اهلا بيكم معايا في فيديو جديد. النهارده ان شاء الله في الفيديو ده هكلمكم عن حاجه مهمه جدا، غلطه بتقع فيها بنات وستات كتير. عايزه اقولك ان لما يكون عندك شعر في الوجه، شعر في الدقن، شعر في الشنب بيكون كتير او بكميه كبيره، ده ممكن انت لو ما عملتيش الحاجات اللي انا هتكلم عنها دلوقتي دي، فممكن يكون انت عندك تكيسات في المبيض، او عندك هرمون التستيرون او هرمون الذكوره عندك بيكون عالي. فبالتالي بيطلع عندك شعر في منطقه الوجه كتير جدا، وبتكوني محتاجه ساعتها لعلاج. بتروحي طبعا لدكتورة النساء وبتقولي لها، وهي بتكتب لك على الأول تحاليل عشان نثبت، ممكن تحاليل، وكمان ممكن في بيتعمل سونار عشان نثبت إذا كان في مثلا هرمون التستيرون عندك عالي في تكيسات في المبيض ولا لأ. وبالتالي بتبتدي الدكتورة تكتب لك على علاج، وبتمشي على العلاج ده فترة، وبعد كده بتخفي والدنيا بتبقى تمام. الشعر اللي بيبقى في الوش بيروح، في الدقن بيروح. كمان الهرمون التستيرون او هرمون الذكورة او تكيسات المبيض دي عند الستات اصلا بتعمل يعني بتقلل فرص الحمل كتير. فيفضل انت لو لقيتي عندك اي حاجة من دول انك تعالجيها بسرعة وما تسيبهاش فترة طويلة، عشان ده ممكن يعمل معاكي مشاكل في الحمل فيما بعد. طيب، لو انا مثلا ما عنديش هرمون التستيرون عالي، ما عنديش تكيسات في المبيض والكلام ده، وعندي شعر في دقني، وعندي شعر في منطقة الوجه، عندي شعر في شنبي كتير جدا، هكون عملت غلطة من الغلطات دي. اول حاجة انك تحطي الملقاط على منطقة الشنب، على الدقن، على وشك، ده اكبر غلط وبيطلع الشعر بكميات كبيرة جدا وكتيرة جدا، وحش جدا جدا جدا. عايزة يكونلك شنب كبير، عايزة يكونلك دقن كبيرة، حطي الملقاط على وشك على طول. لو في شعرايه في وشك او في دقنك او في منطقه في الشنب، اوعي تشيليها بالملقاط، اوعي تحطي الملقاط على وشك خالص خالص، هتندمي ندم عمرك. الحاجات اللي انا هقولك عليها دلوقتي لو اتحطت على الوش بتعمل شعر كتير جدا جدا جدا. سوري واسفه في اللي انا هقوله، بتبقي عامله زي الراجل بالظبط. الملقاط غلط، تمام. المكنه اللي زي كده غلط، تمام. الحاجات دي غلط، المكان ده غلط، دي غلط ان هي تتحط على الوش، غلط. الحاجات اللي زي كده بتكون غلط، بتزود الشعر جدا. المكان اللي زي ده او الشفرات بتكون غلط. كل الحاجات دي بتزود الشعر جدا في الوش. في ناس طبعا بتعمل يقولك ايه افضل حاجة بتفضليها في ازالة الشعر. انا بالنسبة لي الفتلة، تمام. الفتله ما بعملش اصلا، يعني ما فين وفين لما بعمل، بس انا بفضل الفتله، تمام. في ناس بتقولك ممكن الشمع انا ضده، لانه بيعمل التهاب في البشره، وبيعمل ترهلات في البشره، وبيشيل طبقات في، يعني فيما بعد بيشيل طبقات من الجلد، بيعمل التهابات وبيعمل بقع، ومش حلو خالص. في ناس بتحبه، هم حرين. موضوع كمان انك تحط السويت، برضو السويت نفس على بشرة الوجه، نفس نظام الشمع بالظبط. بالنسبة لي وحش جدا، وبيرهل البشرة، وبيعمل بقع واسمرار، ووحش خالص خالص خالص. في كمان ناس بتستخدم اللي هي الشفرة اللي هي زي الموز دي، انا برضو ما بفضلهاش. في ناس حباها، هم برضو براحتهم، بس انا بقول لكم انا بفضل ان اي حد يعمل ازاله لشعر الوجه هي بالفتله، ما بفضلش حاجه تاني غير كده. والحاجات اللي انا قلت لكم عليها، بصوا كل الحاجات دي يا جماعه بجد والله العظيم، الحاجات دي اهي، الحاجات دي كارثه، كارثه كارثه كبيره، كارثه كبيره لو اتحطت على بشرة الوجه. ما تحطهاش على بشرة الوجه نهائي نهائي نهائي. بس ده هو كان الفيديو بتاعنا النهارده، معلومه حبيت اوصلها لكم. اتمنى باذن الله يكون الفيديو عجبكم. اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم.